اخر حاجة كانت في الحلقة اللي فاتت، رحاب كانت بتقابل ابوها، ولما خرجت شافت صابر. وفي الحلقة الجديدة صابر بيقول لها ايه اللي جابك هنا يا رحاب؟ بصت حواليها وكانت مرتبكة وقالت له ولا حاجة، انا واقفة هنا شوية. صابر قال لها انت معاكي حد؟ قالت له انا باجي هنا من وقت للتاني اقعد لوحدي. صابر قال لها يعني سايبة كل العمار اللي في البلد وبتقعدي في الحتة الضلمة دي؟ قالت له ابويا كان بيجيبني هنا وانا صغيرة فانا بحب اجي. قال لها انا كلمتك كتير وانتي ما رديتيش. قالت له ما خدتش بالي. قال لها طب يلا اركبي العربيه بتاعتك وتعالي ورايا. وحسن دخل لامه في المستشفى، قال لها الحمد لله على سلامتك يا امه، الحمد لله انك بخير. قالت له انا كويسه ما تقلقش عليا، طمني عليك انت عامل ايه؟ قال لها انا بخير يا امه وانا الحامل. قالت له الف مبروك يا حبيبي وفرحت. وبيتكلموا لقوا عباس دخل يطمن على امه وقال له انا عايزك يا حسن. حسن قال له دقيقه وخارج لك. وخرج حسن لعباس قال له الحمد لله امي بقت كويسه دلوقتي. عباس قال له انت اللي شافتها، اوعى تكون فاكر ان دواء المستشفى هو اللي عالجها. حسن قال له لا، صابر جاب لها دواء من بره هو اللي عالجها. عباس قال له انت اللي عالجتها ببركتك ووصفتك. حسن قال له بس كانت هتموت امبارح لما شربت الوصفه. عباس قال له ده مفعول الدواء في الاول لازم يعمل كده. حسن قال له صح انت عندك حق. عباس قال له كل اللي حصل ده لازم يخليك تمشي في نفس الطريق وتعالج الناس. الخير يا حسن. وحط ايده على كتفه، ظهرت على ايده نفس العلامه اللي مليكه بتستخدمها. وحسن كان فرحان بكلامه قوي. والشيخ عبد الرحمن قاعد بيقرأ قرآن ومش قادر يقرأ، صدق ومسك تليفونه ورن على جميلة، لقى التليفون مقفول وقاعد زعلان. وصابر دخل البيت تليفونه رن، رد لقى الشيخ عبد الرحمن سلم عليه وقال له هي جميلة ما اتكلمتش معاك من امبارح ولا حكيت لك حاجة؟ صابر قال له لا ما اتكلمتش، هو في حاجة؟ عبد الرحمن قال له انا قلت لك قبل كده ان اتسببت في موت واحد صاحبي ومراته ودول يبقوا والد جميلة ووالدتها. صابر اتصدم وقال له طب هي عارفة الكلام ده؟ عبد الرحمن قال له تقريبا عرفت من مليكة او ملك. صابر قال له طب هي فين دلوقتي؟ عبد الرحمن قال له والله ما اعرف. صابر قال له خير انا هحاول اوصل لها. عبد الرحمن قال له لو وصلت لها ابقى عرفها اني ما كنتش اقصد، ده ابوها كان اغلى الناس ليا. وهبه خرجت قعدت مع صابر، قال لها ايه اللي شايلاه في قلبك وساكته؟ قالت له مفيش حاجه. قال لها ايه اللي بينك وبين حسن؟ قالت له مفيش. قال لها قولي الصراحه ولا انت مش عارفاني؟ قالت له موضوعه خلص، هو كان عايز يتجوزني وانا ما وافقتش وخلاص. صابر قال لها وانتي ما قلتيش ليه؟ قالت له انت كنت في ايه ولا في ايه؟ قال لها ايه اللي غير رايك؟ قالت له هو فضل يحكي لي في مشاكله مع منال وقال لي هي ما عندهاش مشكله انه يتجوز، بس فكرت بعد كده لقيت انه ما ينفعش، خصوصا بعد الوصفه اللي عملها لامك وكمان لما عرفت ان منال حامل. زعل صابر وقال ليه كده يا حسن؟ قالت له والله يا صابر انا كنت هقولك بس خفت ترجع تشك فيا تاني. قال لها خلاص الموضوع ده يتقفل ما نفتحوش تاني. ملك قاعده مع ابو الخير ورحاب، قالت لهم المشكله اللي في مشروع مرسى علم اتحلت. رحاب قالت لها انا قدمت لحضرتك بعض الحلول. ملك قالت لها خلاص انتي مالكيش علاقه بالمشروع ده تاني، انا عايزاكي في حاجه تانية وابو الخير هيبقى معاكي. قالت لها ارض صابر هنعمل عليها مشروع كبير. رحاب استغربت وقالت لها ارض صابر؟ ملك قالت لها مفيش حاجه لنا في الفيوم والمكان هناك كويس جدا. ابو الخير قال لها تمام يا فندم هحاول معاه تاني. ملك قالت له ما تحاولش، اللي هيحاول المره دي رحاب. قالت لها انا عارفه العلاقه اللي كانت بينك وبينه زمان فاكيد هتاثري عليه وجودك في الشركه قصاد انه يوافق. وقالت لها الاجتماع خلص بالنسبه لك. خرجت رحاب زعلانه. ابو الخير قال لملك على فكره رحاب مش هتقدر تقنع صابر، انا هتكلم معاه. ملك قالت له هتقدر، الستات ليهم طريقه في الاقناع ورحاب دي مش سهله خالص. والشيخ عبد الرحمن راح لجميله قال لها اديني فرصه افهمك، انت كنت صغيره قوي وقتها ما كانش ينفع اقولك، ده انت كنت عوض ربنا ليا. وقال لها انت ما سالتيش نفسك اللي وصلك المعلومه وصلها لك دلوقتي ليه؟ قالت له مش فارق معايا، انا كل اللي فارق معايا اني عرفت كل حاجه. قال لها لا، اللي وصلك المعلومه دي وصلها لك عشان يخبي عنك حقائق تانية. قالت له انا ما بقتش عارفه اصدقك ولا اثق فيك تاني وسابته ومشيت. وصابر عند امه هو وسهيله دخل دكتور حمدي سلم على صابر، قال له انا عرفت ان والدتك تعبانه قلت اجي اطمن عليها. وعماد وعيشه داخلين، اتصدم عماد لما شاف دكتور حمدي دخل عيشه ومرضيش يدخل. وجميله ماشيه بكره خبدور وقفها قال لها عرفت ان شركه الشهاوي رجعت تشتغل تاني؟ قالت له ما تشتغل، ما اللي كنا خايفين منه خلاص مات واللي جت مكانه باين عليها ست كويسه. وقالت له انا بفكر اسيب البلد وانزل في القاهره وسابته ومشيت. وقعد عيشه بتطمن على ام حسن ودخلت سهيله وخرجت عيشه وسهيله مع بعض. وصابر قاعد مع عمه بيتكلموا، قال لها انا شفت ابويا من يومين كلمني عن سحر فرعون وكلمني عن حاجات تانية كتير، وبيكلمها بيحكي لها اللي حصل لقاها نامت غطاها وفضل يدعي لها. وغانم وعماد وعباس واقفين، دخلت ملك
قالت انت خلاص يا غانم ما بقاش ليك لازمة. خرج غانم وقالت لعماد وعباس احنا صحيح اقوى من صابر بس ده مش معناه انه ضعيف، وخرجوا. ورحاب واقفة مع صابر بتقوله مش عارفة هي عايزة ارضك ليه. قال لها هي مش عايزة الارض، هي عايزاني انا، دي ما بيجيش من وراها خير، هي عايزة اننا نقعد نتكلم وتسيطر عليا بس انا مش هناولها اللي هي عايزاه. رحاب قالت له هي مكلفانا ان نقنعك انها تشتري الارض او تشاركك فيها، هي بالفلوس وانت بالارض، ولو انت ما اقتنعتش انا هترفد من الشركه. صابر قال لها انا الارض ما تهمنيش، دي ارض بور، بس تمسكها بالارض قوي كده مخليني انا اتمسك اكتر منها. وعباس بيدي لحسن فلوس، قال له ده عربون اول رزق يا مداح. حسن استغرب وقال له انا مداح؟ عباس قال له انا كنت قاعد مع راجل كبير قوي وحكيت له عنك عشان عنده مشكله. حسن قال له دبستني مع الراجل، انا ايش عرفني اساعده ازاي؟ عباس قال له نسيت انك عالجت الواد باسم وعالجت امك كمان، انت فيك البركه، واداله الفلوس وقال له ركز معايا. حسن قال له ماشي وكان فرحان قوي. وصابر قاعد مع عم جميل بيفهم منه تفسير الايات اللي قراها مع ابو سلام. جميل قال له لو افهم ايه الحكايه هقدر اساعدك. صابر قال له الحكايه ابتدت يا عم جميل بس انت ادعيلي. ودخلت جميله ومشي عم جميل، والشيخ عبد الرحمن راح يسال على جميله، عرف انها نزلت القاهره. وجه ابو الخير، عبد الرحمن قال له جاي من ايه المره دي من اسيادك؟ ابو الخير قال له لسه بتتكلم بنفس الثقه، هو الزمن معلمكش حاجه؟ عبد الرحمن قال له عايزني اتعلم ايه؟ اكفر بربنا وامن بيهم؟ ابو الخير قال له بس انت كنت معاهم وقتها. عبد الرحمن قال له كنت مخدوع. ابو الخير قال له بس كنت كسبان. عبد الرحمن قال له ده انا كنت مفكر كده بس الحقيقه كانت غير كده خالص. ابو الخير زعق وتعصب وقال له انا جاي اقول لك ابعد عن مليكه، المره دي انت اللي هتتاذي مش حبايبك. عبد الرحمن قال له انت هنا عشان مليكه خايفه، انا لو ما كنتش فارق معاهم ما كانتش بعتتك وما كانتش حاولت تاذيني. وقال له بلغ مليكه اني هفضل واقف جنب صابر لحد ما ينتصر عليهم. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.